السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ النهارده معانا عمل جديد فني تاج، شكله هيبقى تحفة قوي، هيعجبكم. ومعانا تكاية كده جديدة هوريها لكم. الاول انا بوريكم الحاجات اللي انا الماتيريال اللي انا بستخدمه: خرز مقاس 10 ومقاس 8، وطبعا السلك المعتاد بتاعنا، ومعانا بنسة القطع وبنسة اللي هي المبططة دي اللي بنتكى بيها على الشغل. ومعانا طبعا شوية استرسات او شوية الماس كده هنطعمهم في الاخر. طبعا احنا هنلضم كده في البتاع 7 خرزات. طبعا الغرزة دي انا عملتها معاكم في فتجات كتير وفي الهيربيز. هي بتجمل الشكل، وفي غرز كتير كتير اوي اوي هقول لكم عليها ان شاء الله فيما بعد يعني. طبعا احنا بنلف اول خرزة عدد يكون اعلى من اللي تحتها، ده بقى طبعا مش هعد في دي. وبين كل واحدة وواحدة بعد 3 عدات، انتوا عارفين 3 عدات علشان يديلنا طول وبعد بين الخرزة والخرزة، وتبان ان هي ورقة شجرة او شكل جمالي، يعني يديها شكل جمالي. احنا هنعمل ال7 كده ورا بعض ورا بعض، الواحدة الاولى اللي فوق وال6 اللي هم ورا بعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنلف وهنبرم، وبين كل واحدة وواحدة 3 زي ما قلت لكم. ويستحسن ان احنا ما نقطعش السلك إلا لما نخلصها، عشان ما نهدرش كتير في السلك، لان طبعا احنا بنجيبه غالي. لان لو لضمنا سلك خارجي بيتفضل منه حاجه حتت طويله فبتتهدر كده. ده شكل انا هعمله. اجي بقى على الشكل المقاس ال10 وهلضم 3 خرزات بس، وبرضه هعملهم بنفس الطريقه، بس مش هلف كتير، هي لفه او 2 بس عشان امسك خرزه. والتانية هقوم لفها لفة تانية برضو بالطريقة دي، والتالتة نفس الطريقة دي. ولما يخلصوا ال3 بقوم لفاهم ال3 مع بعض لغاية نهاية ما انا هقطع بقى. خلاص انا مش هلف كده تاني، يعني اقصد ان انا مش هلف 3 لفات او عدد يعني معين، ده مجرد ان انا امسكهم كده جنب بعض وهقوم لفاهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بس ثبتهم كده خالص وخلاص كده يبقى انا خلصت. في حاجة تالتة بقى، اللي هم ال6 خرزات اللي انا لضمتهم، انا عملت منهم نوع تالت بقى، بس انا عملته معاكم كتير يعني، بس اللي ما كانش معايا في الاول وشافني، فهي نفس الغرزه اللي انا عاملاها اهي، بس انا حطيت فيها المظه من فوق. طبعا انا لزقتها بالانبوبه اللاصقه، انا ما لزقتهاش بمسدس الشمع، عشان بتبقى العروسه ترقص بتعمل ما يقعش منها الالماظ. هاجي بقى على الطوق اشوف النص بالظبط، وهركب اطول واحده فيها الماظه اللي انا عاملاها. انا كده كده بختار اطول واحده اهي، اهو بركبها كده، بلفها على الطوق بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، امكنها قوي من الطوق، وباجي بنسة التبطيط واقوم مبططه قوي الشغل علشان ما يثبت، وفي نفس الوقت ما يشكش اللي يلبسه، واقوم قاطعه السلك. اجي برضو بنفس الحكايه، افضل بقى ان انا هركب بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. او انا سرعت الفيديو علشان انا مش مسرعاه قوي، بس انا سجلت خارجي علشان اعرف ان انا اشرح لكم بالظبط اللي بعمله. كله هيبقى بالطريقه دي. اركب واحده فيها الماظه وجنبها 2، واحده من هنا واحده من هنا ساده ما فيهاش الماظه، بحيث ان الالماظه اللي هي دي تبقى في وسط التاج كده وشكلها حلو. طبعا هعمل كل بين واحده وواحده هعمل واحده فيها الماظه. انا ما كترتش الالماظ، اولا علشان سعر التاج ما يبقاش بايظ الثمن، وثانيا علشان يدي شياكه ورقه كده، لان هو كله لولي، فانا مش مدخله الماظ كتير، يعني انا مطعماها بس الماظ بسيط. ولذلك هتلاقينه كاتبه في العنوان لولي متطعم بالماظ. بصوا الجمال، هو بيبدأ يظهر شويه بشويه، كل ما انا اركب كل ما يظهر شويه بشويه اهو. وكل ما يبقى ما فيش خرز كتير ولا بتاع كتير، كل ما يبقى فيه رقة، يعني يبقى رقيق جدا. وفي عرايس بقى بتطلب الشغل الكتير واللي فيه لمعات كتير، وفي عرايس بتبقى طالبة الحاجات اللي هي يعني بسيطة ورقيقة. انا كنت عاملة تاج وهعمله معاكم ان شاء الله، لان انا ما كنتش صورته. يا دوبك قالت لي صفلوا لي كده بس، وفي المظة او المظتين كتير يعني.
انا عملته حتى ما صورتوش من كتر ما هي كانت مستعجله، ويعني قالت لي ساعتين هروح هظبط حاجه واجي اخده منك. عملته في ساعتين وما خدش مني وقت الصراحه، كان قرفته حلوه قوي، ما لحقتش حتى ان انا اصوره. فانا هعمله معاكم تاني بس بلون مختلف ان شاء الله. بصوا، بنضغط على اللي احنا اشتغلناه عشان يثبت، وفي نفس الوقت يبقى جامد، وبعد كده بنقص لجوه، نخلي القص دايما لفوق ولجوه، يعني يبقى من فوق الطوق ولجوه شويه، بحيث ان اللي يمسكه، وانا كده كده هبطنه من تحت بشريط ستان، على اساس انه يبقى ايه، يداري لفه السلك، وفي نفس الوقت يبقى عاتي منظر جمالي يعني. الخاتم اللي انا لابساه ده برضو انا عاملاه، عامله فيه نحاس ملون، نحاس احمر ونحاس اصفر، وكنت هحط فيه فضه، بس لا انا قلت هيبقى اوفر قوي، اكتفيت ان هو يبقى نحاس اصفر ونحاس احمر وبس، النحاس العادي. بصوا لسه بقى هركب الايه، انا عملت لضمت كل 3 خرزات في وحدات اهي. فانا هركب اولا هدي شكل جمالي، وثانيا آم، هثبت اللي تحت، وثالثا هيبقى شكله تحفه تحفه تحفه. وداري برضو الشغل اللي باين ده. بصوا لفة السلك بقى هنا بتختلف شوية. انا بلف السلك، يعني انا دخلت هوريها لكم في واحدة تانية من الاول. الف بقى عشان ايه، اثبت الخرز. بصوا انا هدخل الخرزة اهي، دخلتها كده خلاص اهو، تمام. انا وانا بلفها بقى الفها بين الخرز وبعضه، ادي اول واحده، بين اول واحده وبعضها والتانيه، وبعد كده وانا بطلع باللفه التانيه الفها بين الخرزتين التانيين اهو، بحيث ان انا امسكهم يبقوا نفس المثلث اللي انا عاملاه بيه من الاول، وفي نفس الوقت امسكهم ما يتهزوش ولا يتحركوا. هيبقى ده كله النظام، اشتغل بقى كل النظام كده بين الخرز وبعضه، اللي هو بيتحط خارجي عشان حتى ما يبانش السلك. بصوا هو تاج رقيق وبسيط خالص، مفيش اي يعني اي كلام ولا بهرجه ولا اي حاجه، هو بس شويه اللولي كبير وصغير وكم المظه كده وخلاص. اهم حاجه لفه السلك، لفه السلك دي علشان يثبته، وعلشان كمان يدي منظر حلو، ما يبقاش فيه كعبله ولا اي حاجه في الطوب. طبعا انتوا بتبنوا على الغرزة ديت اشكال كتير، واشكال مثلثات واشكال اطوالات، يعني يبقى الخرز بالطول، يعني خرزة كبيرة فوق وجنبه صف خرز كده، ويتحط جنب بعضه بطريقة معينة، هيديلنا شكل. حابة اعمله معاكم برضو ان شاء الله. كده انا عملته، هيتحط بقى في فراغات كده بين السلوك باينه اهي. فانا هحط في الفراغات ديت شويه حته، يعني نقطه كده، نقطه بتاع الاول. انا عملت شريط استتان قبل الالماس، عملت شريط الستان من تحت اهو الطوق، هاجي بقى من فوق هحط الالمازات بقى في الاماكن اللي فاضيه، اللي باين منها السلك. اولا هتداري، وثانيا هتدي شكل جمالي يعني. بص الستانه مداريه حاجات كتير وراه، ونحاول ننضفه بقى من الفتل الشمع دي جامد يعني منه اهو. لازم ننضفه كويس.
طبعا اتفضلوا شاي معايا. هنضفه كويس من الشمع وفتيلات الشمع دي. هظبط بقى الحاجات اللي انا اشتغلتها ديت بالشكل اللي يرضيني يعني، او الشكل اللي انا ايه يدي منظر جمالي. بصوا كده خلص.